باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. أحبائنا متابعي قناتنا سيرة قديسين وشهداء وآباء، أهلا بكم جميعا. نكمل معا سلسلة سيرة آبائنا الرسل الأطهار، ونقدم لكم اليوم سيرة القديس لوقا الإنجيلي الرسول، وهو اسم لاتيني ربما كان اختصار لوقانوس أو لوكيوس، وتعني حامل النور أو المستنير، وهو من أصل أممي وثني من مدينة أنطاكيا سوريا، وهو أحد 70 رسولا، وهو كاتب الإنجيل الثالث وكاتب سفر أعمال الرسل. هو الوحيد من بين كتاب العهد الجديد الذي لم يكن يهوديا بل كان أمميا. القديس لوقا كان طبيبا وكاتبا ورساما، وعاش بتولا، أول من رسم أيقونة لوالدة الإله. القديس لوقا هو أحد تلميذي عمواس. سبب اهتدائه إلى المسيح أنه سمع بأنباء ظهوره في بلاد فلسطين، وبأنه يشفي جميع الأمراض بغير دواء، فظن في بادئ الأمر أن ذلك وهم وخداع، فقصد إلى حيث المسيح ليتحقق الخبر بنفسه، فرأى المسيح وآمن به وتتلمذ عليه، وصار واحدا من 70 رسولا، وهو صديق بولس، وصار مرافقا له في أسفاره ورحلاته، وساعده بالتبشير في معظم رحلاته. وفي رحلته التبشيرية الثانية من ترواس إلى فيلبي، وفي رحلته الثالثة من فيلبي إلى أورشليم، كان مرافقا له في روما عند الأسر، وكان هو الطبيب الخاص للقديس بولس الرسول صاحب الأمراض الكثيرة. وكان مع بولس في روميا حين كتابه الرسالة الثانية إلى تيموثاوس، ولقد وصفه القديس بولس الرسول بأنه الأخ، ووصفه مرة بأنه لوقا الطبيب الحبيب، ووصفه كذلك بأنه الرفيق الوحيد، وذلك في رسالته الثانية إلى تيموثاوس حيث قال لوقا وحده معي، وكذلك في الرسالة إلى فيليمون حيث وصفه بالقول العامل معي. وقد رافق لوقا الإنجيلي إلى أن استشهد الرسولان بطرس وبولس في روميا في عهد الإمبراطور نيرون في سنة 68 ميلادية. وبعد استشهادهما ظل القديس لوقا يبشر في نواحي روميا، ويقول بعض آباء الكنيسة أنه بشر في دلماطيا وغاليا وإيطاليا ومقدونيا ودلماطيا وفرنسا وإيطاليا، واستشهد على يد نيرون وكان عمره 84 سنة، ونال إكليل الشهادة 68 ميلادية. ووضع جسده الطاهر في كيس شعر وألقى في البحر، وبتدبير الله قذفته الأمواج إلى جزيرة، فوجده رجل مؤمن فأخذه وكفنه بأكفان حسنة، ونقل الجسد في عهد الملك قسطنطينوس سنة 357 ميلادية إلى القسطنطينية مع رفات القديس أندراوس، ثم نقل بعد ذلك إلى إيطاليا سنة 1177 ميلادية. وفي التقليد الكاثوليكي يعتبر شفيعا رئيسيا للأطباء والرسامين، وتعيد له الكنيسة الأرثوذكسية في يوم 22 بابا، وتعيد له الكنيسة الغربية في يوم 18 أكتوبر. القديس لوقا الإنجيلي كتب إنجيله بين عامي 60-63 ميلادية باللغة اليونانية للأمميين. يقدم السيد المسيح كمخلص لجميع البشر ومتمم اشتياقات كل قلب، ويظهر المسيح الإنسان في ملء بشريته، وأنه مثلنا في كل شيء ما خلا الخطية، ويصوره في كل البشارة بأنه محب الخطاة وشافي المرضى، معزي منكسر القلوب والراعي الصالح. ويرمز لإنجيله بشكل ثور لأنه يتكلم عن الذبائح. وكتب كذلك سفر أعمال الرسل كتكملة لإنجيله بين عامي 63 و 64 ميلادية.
أثناء إقامته مع الرسول بولس أثناء سجنه الأول في روما، ووجهه إلى نفس الشخص الذي وجه إليه الإنجيل، وهو العزيز ساوفيلس. ويرجح أن هذا الشخص كان من كبار الشخصيات في مدينة الإسكندرية، وضمنه أخبار تأسيس الكنيسة الأولى بين اليهود في أورشليم بواسطة خدمة معلمنا القديس بطرس الرسول، وبين الأمم بواسطة خدمة معلمنا القديس بولس الرسول. ترمز الكنيسة لإنجيل متى بوجه إنسان لأنه تكلم عن أنساب المسيح، والإنجيل مرقس بوجه أسد لأنه يقدم المسيح القوي صانع المعجزات، والإنجيل لوقا بشكل صور لأنه يتكلم عن الذبائح، والإنجيل يوحنا بوجه نسر لأنه يتكلم عن لاهوت المسيح ويحلق في الإلهيات. بركة صلواته فلتكن معنا، ولربنا المجد الدائم إلى الأبد آمين. تابعونا لنكمل معا سيرة آبائنا الرسل الأطهار.